تلبس ايه لو رايح مدينة نصر؟ حاجة شيكة وأنيقة فعلا. عندنا بنطلون اوفر سايز جميل جدا يعني. عندنا قميص برجاكشي حاجة شيكة وأنيقة. بعد كده عندنا فلات سنيكرز حاجة جميلة جدا الصراحة. بجد اوتفيكت حاجة في منتهى الشيكة والأنيقة، حاجة جميلة جدا الصراحة، وده كان أحسن اوتفيكت تروح بيه مدينة نصر. شياكة. اقسم بقيت اللي انا ما عارف اعمل ايه في حياتي. خلاص انا تقريبا ايام الماضي دي برجع لها. بص خش استراحة تلاقي البوكس ده قاعد منسدح قدام. بقى أنا بشوف بس. يا اخي ليه كده عايزين ترجعوني الايام الذي مضت؟ والله عاد ما حد قال لك شكرانشي وبيك شاورما وبتاع ومش عارف ايه. يعني مش فاهم، انا كممت اللي توثق واللي كترت اعلانات وي. لازم نرجعك بشكل كذا مش عاجبني. يمين بالله احنا لو مكملين على الوضع ده، انا كان واحد بيعلن زمان وصلني ل 207. تخيل دلوقتي الاستراحه كلها بتعلن 500. لا تلاقي ريست ان بيس فؤاد يرقد في سلام دلوقتي. زين شو عندك اليوم؟ عندي يا طويل العمر جروب الشاورما. هذا جروب الشاورما من بيت الشاورما. جروب الشاورما من بيت الشاورما. عندهم اكثر من صنف. كنت فين يا لحمه لما كنا جزارين؟ خالد، ابو خالد رد عليا. سلطان رد. هلا سلطان. اوف وش دي؟ عملوك ساندويتش يا ابن اللذينه. دي كانت المفروض ان انا هاكلها. هذه الاشياء اللي تسال عنك. دي المفروض كنت هاكلها. هذا الكرانشي. سلام. حتى الصوص ده كان بتاعي، المفروض كنت هاكله. هنا دي السنابات اللي مش محتاجه تعليق. سنابه متكلمه عن نفسها. تدري اسم الطقم ذا؟ اسمه ايه؟ احمر فازرق فابيض؟ لا البرازيل. اي برازيل؟ برازيل. لعبت في البرازيل انت بالوانك دي. حبيبي انا محترف في البرازيل على فكره، ما ادري يعني. اي احترفت في ايه بالضبط؟ كبر الراس ولا في الهبل ولا؟ تدري يسموني وش؟ يزيدينو. يزيدينو؟ ايه. يزين امه يا شيخ. جاهز؟ جاهز. الى الميدل بيست. حبيبي ضروري. كسر ام الدنيا يا شيخ. ضروري. هلا بوشوش السعد، هلا بوشوش السعد. هلا حبيبي بوش. ايه؟ اوف شلون؟ ايه؟ اليوم انتصار للاهلي. بلاش. الاهلي انت وشك نحس اصلا الهلال هو الوحيد اللي يوصل للفاينل. مستحيل نادي ثاني يوصل يا ابني ما الهلال ده واخد 4-0 قبل كده. اوكي خلينا اربعه بس خلاص دلوقتي الهلال غير، الهلال اقوى. يعني اتمنى ان الهلال هو اللي كان يواجهنا مش الاتحاد. حبيبي احنا مع اي نادي وطني، فالوطن قلب الوطن. هذا عميل بس يا عميل يا واطي. كرة القدم ما لها علاقه يا اخي. بس يعني نتمناها رايحه هنا بس وهنا. اقسم بالله الطقم اسمع كده يخرب بيته ده. فكك من ايش هذا. اسم الطقم ذا؟ كروهي اسمه. كراش. كروهي. شوف البطانيه اللي لابسها. يلا طيب هاكلك مكرونه حلوه يلا. دلوقتي. يا عمري يا الشحات. ايه؟ اذا فاز الاهلي الف مبروك. واذا فاز الاتحاد؟ الف مبروكين. 2000 مبروك. والله انا قلت لك انا واحد مش فارق مع مين يكسب، بس مبروك يا عمري. سوري معيوفي. مساء الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اظبط دي الاول. حصل معايا دلوقتي موقف، يعني انا من الناس ما بنساش ولا بضيع كده. حصل معايا موقف غريب عجيب من شويه. نسيت عربيتي مفتوحه ونسيت المفتاح جوه. المهم وكان عندي اجتماع، قعدت في الاجتماع ساعة ونص. عايز اقول لكم حاجتي كلها في العربية، شنطتي واللابتوب ومش عارف ايه. والله فعلا بلد الامن والامان. نزلت لقيت كل حاجة زي ما هي الحمد لله. فربنا ستر. وتعلموا دايما قبل ما تنزلوا شيكوا ان مفاتيحكم في جيبكم وكل حاجة معاكم ومش ناسين اي حاجة مهمة في العربية للاحتياط يعني. المهم حبيت افكركم ان شاء الله النهارده الحلقه الثالثه من برنامج تحدي النفوذ. هنزل لكم دلوقتي البرومو بتاع الحلقه الثالثه. ان شاء الله حلقه هتعجبكم، فيها شويه اكشنات حلوه كده. وهنزل لكم برضو كام صوره من الحلقه. فالساعه 9 على SBC. ما تنسوش الحلقه الثالثه النهارده من تحدي النفوذ. النفوذ. لسه السحب على 100,000 من STC TV شغال. ل10 فايزين كل واحد فيهم هياخد 10,000 ريال. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه. كل عليك انك تسجل من الرابط ده اللي انا هحطه لكم تحت دلوقتي،
وتشوف برنامج او مسلسل او فيلم، وكده انت دخلت بشكل تلقائي على السحب على 10,000 ريال من اصل 100,000 ريال مع SCTV. سجل وان شاء الله تكون واحد من الكسبانين معاهم. طيب ركزوا معايا عشان في ملايين بتروح دلوقتي. المليون الاولى راحت والمليون التانية برضو راحت، بس دخلنا في المليون التانية. طيب كل اللي عليك اول ما تفتح تطبيق الركحي تضغط على حساب جديد، بعد كده تضغط هنا تنفيذ. بيقول لك هنا هل ترغب بالاستمرار، تضغط نعم. خلاص هنا تختار اقرب فرع ليك وتقبل اقبل بالشروط والاحكام، بعد كده تعمل تاكيد. كده فتح معاك حساب المليون الادخاري. كل اللي عليك بس ان انت دلوقتي تودع على الاقل مبلغ 1000 ريال فيه، وبتخش سحب بشكل اسبوعي على مبلغ 10,000 ريال او كل 8 اسابيع على مليون ريال، وان شاء الله بالعافية عليكم كلكم. وعشان تزيد فرصك في الربح مع مصرف الركحي عندك طريقتين. اول طريقة كل 1000 ريال تضيفها فوق متوسط ايداعاتك بتديك 5 فرص اضافية، ولو دعيت صديق بتاخد انت 3 فرص وهو 3 فرص، ده لو في حالة لو ان هو كان عميل لمصرف الركحي. اما لو دعيت واحد عميل جديد لمصرف الركحي بيديك انت 6 فرص وهو 6 فرص. ان شاء الله موفقين وفالكم الربح جميعا. كل ما حافظت على المبلغ اكتر تقدر انك تخش في فرص اكتر معاهم، فانت اهم حاجة عندك انك تخليه فترة طويلة في حسابك عشان تزود فرصك في الربح، وتخش معاهم بشكل اسبوعي في السحب على 10,000 ريال او كل 8 اسابيع على المليون ريال. ودلوقتي هستعرض معاكم طريقة التسجيل وفتح الحساب وكل حاجة. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منك اي وقت خالص. ايه فوقش حكاية الملايين اللي عمالة تروح مننا دي؟ انا هقول لكم دلوقتي. فاكرين حساب المليون الادخاري من مصرف الركحي؟ طبعا المليون الاولى توزعت والمليون التانية توزعت، بس لسه احنا في التالتة دلوقتي. الموضوع سهل وبسيط وشروطه سهلة جدا. كل اللي عليك انك هتفتح حساب المليون الادخاري وتودع فيه 1000 ريال على الاقل. مجرد ما اودعت ال1000 ريال دي عندك فرصة ان انت تكسب كل اسبوع 10,000 ريال او كل 8 اسابيع تخش سحب على مليون ريال. طيب ازاي؟ اهم حاجة بس ان انت قبل سحب 10,000 ريال يكون موجود المبلغ قبلها ب7 ايام في حسابك عشان تقدر تخش السحب ده. ولو عايز تخش السحب على المليون يكون المبلغ موجود عندك قبلها بمدة 2 شهر، وبكده انت بتخش معاهم السحب على المليون. وطبعا كل ما تزيد المبلغ ده معاك في الحساب بتزيد فرصك اكتر في السحب معاهم، سواء على 10,000 ريال او على المليون ريال. يعني موضوع سهل وبسيط. هوريكم دلوقتي الطريقة وكل حاجة ان شاء الله وتكونوا من الفايزين معاهم. طيب يجي حد يسألني هل اقدر اسحب المبلغ اللي موجود في حسابي؟ طبعا تقدر في اي وقت تسحب المبلغ الموجود في حسابك، بس ده للأسف بيقلل فرصك في الربح. فانت كل ما حافظت على المبلغ اكتر تقدر انك تخش في فرص اكتر معاهم، فانت اهم حاجة عندك انك تخليه فترة طويلة في حسابك عشان تزود فرصك في الربح، وتخش معاهم بشكل اسبوعي في السحب على 10,000 ريال او كل 8 اسابيع على المليون ريال. ودلوقتي هستعرض معاكم طريقة التسجيل وفتح الحساب وكل حاجة. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منك اي وقت خالص. طيب كل اللي عليك اول ما تفتح تطبيق الركحي تضغط على حساب جديد، بعد كده تضغط هنا تنفيذ. بيقول لك هنا هل ترغب بالاستمرار، تضغط نعم. خلاص هنا تختار اقرب فرع ليك وتقبل اقبل بالشروط والاحكام، بعد كده تعمل تاكيد. كده فتح معاك حساب المليون الادخاري. كل اللي عليك بس ان انت دلوقتي تودع على الاقل مبلغ 1000 ريال فيه، وبتخش سحب بشكل اسبوعي على مبلغ 10,000 ريال او كل 8 اسابيع على مليون ريال، وان شاء الله بالعافية عليكم كلكم. وعشان تزيد فرصك في الربح مع مصرف الركحي عندك طريقتين. اول طريقة كل 1000 ريال تضيفها فوق متوسط ايداعاتك بتديك 5 فرص اضافية، ولو دعيت صديق بتاخد انت 3 فرص وهو 3 فرص، ده لو في حالة لو ان هو كان عميل لمصرف الركحي. اما لو دعيت واحد عميل جديد لمصرف الركحي بيديك انت 6 فرص وهو 6 فرص. ان شاء الله موفقين وفالكم الربح جميعا. مساء الخير عليكم يا جماعة. انا فيني غلقة. موسم الرياض لغاية دلوقتي يا جماعة مولع الدنيا ومكسر الدنيا، ولسه في مفاجآت ولسه في عروض مسرحية ولسه في حفلات وفي فعاليات كتير جاية في الموسم. طيب خليني دلوقتي هكلمكم عن فعالية جاية من تاريخ 18 لغاية يوم 28 ديسمبر، مسرحية للنجم الكبير كريم عبد العزيز. هتكون في التواريخ دي، هتكون في بوليفارد سيتي. ركزوا معايا لأن المسرحية إن شاء الله هتكون جامدة، وهيشاركوا فيها نجوم كبار زي الفنان نيلي كريم، الفنان بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف. يعني النجوم دول لو اتجمعوا تأكدوا ان في عمل قوي جدا جاي. المسرحية عن قصة السندباد وعن رجوعه ومش عارف ايه وكده،
مش حابب ان انا احرق لكم او اتكلم عنها كتير، بس انصحكم تروحوا العرض ده لانه هيعجبكم جدا جدا جدا. من العروض الحلوه، والفنان كريم من الناس الكبيره، فان شاء الله يعجبكم العرض ده. هحط لكم دلوقتي الرابط بتاع الحجز بتاعها، وان شاء الله تعجبكم. بما انك فنان كبير يعني ومعروف وما شاء الله بدأت تشهر دلوقتي وليك اعمال بتظهر في كل حتة، ولي شعبيتي. وليك شعبيتك يعني ما شاء الله منتشر دلوقتي في المملكة كلها وبره المملكة، يعني ترند. بيحبوك في مصر كمان يعني. حبيبي الشعب المصري ترى يعني نسبة كبيرة من جمهور مصر. كلمنا عن العمل اللي جاي للفنان كريم عبد العزيز، وايه شعورك يعني كده لما تلاقي زميل ليك جاي من مصر يقدم هنا عمل وكده؟ والله أنا كل التحية والاحترام لكريم عبد العزيز، هو صديق عمل بس والزمالة يعني. بس والله العمل ان انتوا في الوسط سوا يعني انا اتمنى له كل التوفيق صراحه في عمل القادم، ولكن ان شاء الله يعني يعني النجاح. طب توجه رسالة ايه للجمهور اللي بيحضر؟ كداب قوي. وجه رسالة طيب للجمهور اللي بيحبوا المسرحيات وكده عن مسرحية السندباد اللي جاي. والله انا اقول اي مسرحيه فيها شخص مصري دائما تكون حلوه، مع طبعا فنان بيومي فؤاد، شيماء سيف، نيلي تسألني كريم. وتجاوب عني. لا يعني بقول لك النجوم اللي معايا. لا انت قاعد تجاوب عني احسن. اتفضل احنا اسفين. لان الفكاهه المصريه رقم واحد ما في زيها، صلى الله وبارك. بعدها الفكاهة الدوسرية طبعا مو بالدوسريه اي واحده بس، الدوسريه حقت ابو دوس. قوي.